احنا فهمنا في اساسيات التشريح ان اي حركه بتحصل في جسمك هي عباره عن تداخل مكونات مع بعضها البعض. محتاجين نعرف ان في الجهاز العضلي كل عضله بيكون ليها شويه مواصفات، لو فهمتها هتعرف ان انت تمرن اي عضله في جسمك. فهمك للمواصفات دي هيخليك تلبس نظاره تبص منها على التمرين ده ان التمرين ده تحقيق لحركه معينه العضله بتعملها، وهيخليك تنسى خالص فكره الاداء ان التمرين ده بالدمبل او التمرين ده بالكيبل فده احسن او ده اوحش. لا، هو هيخليك تحكم على التمرين ده بناء على الوظيفه اللي العضله بتحققها. وعشان تفهم ازاي تشغل العضله محتاج الاول تعرف بدايه ونهايه كل عضله، الاورجن والانسيرشن. البدايه اسمها اورجن ودي نقطه التقاء وتر العضله بعظمه شبه ثابته، والنهايه اسمها انسيرشن ودي نقطه التقاء وتر العضله بعظمه متحركه. فعشان تشغل العضله هتحتاج ان انت تقرب الانسيرشن على الاورجن، يعني نقطه النهايه تقربها على نقطه البدايه. زي ان مثلا في تمرين الشيست هلاقي ان الانسيرشن بتاع عضله الشيست موجود في عظمه اسمها الهيومرس، والبدايه بتاعتها في عظمه اسمها الاسترنم والكلافيكال بون. عشان اشغل الشيست فوظيفه من وظائف الشيست ان انت تقرب دراعك على منتصف جسمك عند المنطقه اللي بتبدا عنده العضله. فمعرفتي بالاورجن والانسيرشن بتاع كل عضله هيعرفني ازاي اتمرن العضله دي بالظبط. تعالوا ناخد مثال. لو جينا عند عضله الشيست هنلاقي ان الاورجن بتاعها ماسك في مكانين، اول مكان اسمه الاسترنم اللي هو عظمه القص، وتاني مكان اسمه الكلافيكال بون اللي هي عظمه الترقوه. وده بالنسبه لنا اورجن اللي هو المكان اللي بتبدا عنده العضله زي ما اتفقنا، واللي غالبا بيمسكوا في عظمه شبه ثابته. والشيست بينتهي عند عظمه اسمها الهيومرس وهو ده بالنسبه لنا الانسيرشن. فعشان خاطر امرن عضله الشيست انا كل اللي احتاجه ان انا اقرب النقطه بتاعه النهايه عن النقطه بتاعه البدايه. طب هل معرفتي بالاورجن والانسيرشن بس كافي ان انا امرن العضله دي؟ في حاجه كمان محتاجين نحطها في الاعتبار وهي الماسل فايبر اورينتيشن. لو جينا بصينا على عضله الشيست هنلاقي انها تريانجولار او فان شيب، يعني شبه المروحه بالشكل ده كده وليها اتجاهات كتيره، يعني بالظبط شكلها شبه المروحه دي، بتبدا عند اكتر من جزء وفي الاخر بتنتهي عند جزء واحد بس. اتجاه الهيومرس بتاعي رايح فين هيفرق في ان انا هحيز انهي جزء اكتر من الشيست. يعني لو العظمه بتاعتي بتروح في الاتجاه ده هبدا ان انا اشغل الجزء العلوي من شيستي، ولو رايحه في الجزء ده هتشغل الجزء المتوسط، ولو رايحه في الجزء ده هتشغل الجزء السفلي. بس لو جينا بصينا على عضله زي البايسبس هنكتشف ان اتجاهات الالياف العضليه بتاعتها رايحه في اتجاه واحد. فده يخليك تفهم انك مش محتاج تشغل بالك لما تيجي تلعبها الفور ارم بتاعك هتوديه فين، يعني هتخليه باصص لبره او هتخليه باصص لجوه. لا، انت بس عايز تفرد وتتني كوعك. ده يودينا لسؤال تاني. حد دلوقتي هيسالني يعني انا اي تمرين هتني وهفرد فيه كوعي بالشكل ده هشغل فيه الباي؟ يعني حتى في تمرين الشيست ما انا لما باجي اعمل كده بشغل كوعي، يعني انا كده الباي بتاعتي ممكن تتطور؟ الاجابه هي لا، ودي نقطه هنفهمها قدام شويه، بس خليك فاكر النقطه دي. كمان معرفتك بالاورجن والانسيرشن هيفهمك مبدا اسمه الجينات. يعني لو شخص مثلا عنده تجويف في الجزء ده من صدره هل نقدر نقول ان في تمرين معين بيشغل الجزء ده وهيطوره؟ الاجابه برده هي لا. طب ليه لا؟ لان احنا اتفقنا ان في وتر اللي هو التندون بيربط العضله بالعظمه، فانت عندك هنا عضله وهنا عضله وفي هنا وترين. الوترين دول لو ماسكين في الحرف بتاع العظمه دي الطبيعي ان في النص هيكون في فراغ، ولو ماسكين جوه شويه هتلاقي ان في التئام وفي انسجه عضليه فمفيش فراغ. فدي حاجه اسمها فروقات فرديه، يعني كل شخص العضله بتاعته بتكون ماسكه في جزء مختلف سنه عن التاني، فبالتالي بتدي الاشكال المختلفه للعضلات. حد مثلا هنلاقي عنده البايسبس طويله، حد هنلاقيها قصيره، حد هنلاقي عنده فراغ هنا في النص، حد ما عندوش. فمفيش تمارين بتصلح الموضوع ده. الموضوع ده مبني على الجينات.